تعال اقول لك على اهم خبرين للاهلي النهارده، بس التاني ناري. هقول لك ايه هما، بس مبدئيا صلي كده على حبيبك النبي علشان انا وانت ناخد حسنات. الخطيب النهارده في اولى خطوات اصلاح ما افسده مارسيل كولر عمل غربله واعاده هيكله لفرقه الكوره، وتعال اقول لك ازاي. تم تعيين عماد النحاس مدير فني للنادي الاهلي مؤقت، وتم تعيين برضو كابتن محمد يوسف كمدير رياضي. هتسألني بقى عن محمد شوقي، هقولك مدرب للنادي الاهلي. اما بقى الخبر الناري هو ان النادي الاهلي اخيرا خلص في الصفقة الجملي. هتقولي صفقة جملي؟ هو احنا كان عندنا صفقات جملي؟ هقولك ايوه، ده في صفقة جملي بقالها سنتين مش راضية تخلص. الصفقة الجملي يا غالي هي اللاعب التونسي محمد علي بن رمضان. الاهلي اتفق مع اللاعب على كل شيء وتقريبا وقع رسميا. اما بالنسبه للنادي المجري ما عندهوش اي مانع في بيعه للنادي الاهلي، ودلوقتي المفاوضات ماشيه في الامور الماديه، يعني كلها ساعات بسيطه جدا وتسمع احلى تيك تاك. ومحمد بن رمضان اهلاوي يا غالي.